المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استقبل شكوى من نادي الزمالك ضد أحمد شوبير بسبب تجاوزه في البرنامج اللي بيقدمه على قناة النادي الأهلي، وفقا طبعا لما ذكر في شكوى الزمالك إن شوبير تجاوز في حق الزمالك، وكان في بعض الكلمات اللي فيها تحريض الجماهير على بعضها وضد نادي الزمالك. الحقيقة واقع الأمر دون الدخول بقى في تفاصيل الشكوى وهل الزمالك محق ولا شوبير كان كلامه سليم وما كانش فيه أي نوع من أنواع التجاوز. الفكرة هنا الواحد مشفق الحقيقة على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأن مع بداية الدوري وقنوات هنا وبرامج هنا وإعلاميين هنا وإعلاميين هنا، والقصة يعني سخنانة على الآخر، وإحنا لسه يعني في بداية الدوري وبنقول يا هادي. يعني امال بقى لما نخش في مراحل المنافسه ايه اللي ممكن يكون هيحصل؟ الحال اللي بيحصل في البرامج الرياضيه بشكل عام، ما اقصدش بقى ولا اعلامي معين ولا قنوات معينه، ولا هقول لك ان القنوات الفئويه زي قناه الاهلي وقناه الزمالك هي طالعه بتدافع عن حقوق النادي وفقا للمبادئ من وجهه نظر كل طرف من الاطراف. لكن اللي بيحصل عندنا في الاعلام الرياضي الحقيقه غريب قوي، ومحتاج اعاده نظر، ومحتاج حاجات كتيره قوي لو ما كناش عايزين مشاكل تكون موجوده الفتره اللي جايه. لكن لو حابين حاله الاحتقان اللي تبقى موجوده بل وهتزيد على مدار الفترات اللي جايه، خلوا الدنيا ماشيه زي ما هي.